مساء الخير. النهارده الموضوع اللي هنتكلم فيه مع بعض ضروري جدا هنستحضر شويه نقط اساسيه من الموضوعين اللي اتكلمنا فيهم قبل كده. كل موضوع عموما من اللي بنتكلم فيهم هتلاقوا ان هما ما بيكملوش لوحدهم، لازم يكملوا بباقي المواضيع. كل النقط متربطه ببعض بشكل ما، كل النقط بتاثر على بعض بشكل ما تشغلوش دماغكم دلوقتي في كل نقطه. هنعرف ان دلوقتي مناسب نستحضر نقطه كذا من موضوع تاني. صورتي الذاتيه وحقيقتي. هل فعلا صورتي الذاتيه، الصورة اللي أنا واخدها عن نفسي والفكرة اللي أنا مصدقها عن شخصيتي، عن ميولي وعن الخصائص بتاعتي، هل هي الحقيقة؟ ولا وارد يكون الصورة الذاتية بتاعتي دي كذبة كبيرة اتكونت من خلال مراحل كتير جدا؟ خلينا الأول نسأل سؤال مهم جدا كده. هي الصورة الذاتية دي، صورتي عن نفسي، اتكونت إمتى وإزاي؟ خلينا متفقين إن صورتي الذاتية بتبتدي تتكون من مراحل بدري جدا في طفولتي. مع أول تفاعلات للناس الكبار معايا ببتدي أفهم أنا شخص مرغوب فيه ولا أنا مرفوض. هل الناس الكبار دول عاوزيني ومبسوطين بوجودي ولا أنا حمل تقيل عليهم؟ دايما في تعاملاتنا مع الأطفال كده اللي بنعتبر إن هم مش فاهمين حاجة ومش هيفرق معاهم الهزار ومش هيفرق معاهم طريقة كلامنا وطريقة تريقتنا عليهم وسط الناس. دي المراحل المبكرة اللي بيتكون فيها صورتي عن نفسي. وقبل كده كمان من تفاعلات الأم والأب مع الطفل اللي لسه في أول أيام وأسابيع ليه. طبعا في محاضرات وكتب موجودة مفصلة وكاتبينها ناس متخصصين بتتكلم عن الاحتياجات النفسية وازاي اشباع الاحتياجات دي في كل سن ضروري جدا علشان الطفل او الانسان يكبر بشكل سوي. فاحنا دلوقتي مش هنتكلم في التفاصيل دي، واللي عايز يوصل لمصدر معين موثوق يقدر يقرا فيه او يسمع محاضرات زي دي من المتخصصين يقدر يكتب لنا وهنبعت له مراجع. خلينا بس هنا بشكل عام كده نأكد على الفكرة انه صورتي الذاتية ابتدت تتكون من بدري جدا. فوارد جدا ان انا الناس الكبار كانوا بيتعاملوا معايا بطريقه هزار فيها تقليل مني. ساعات كتير بنشوف كده حد كبير يمسك طفل ويروح يضربه قدام الناس والطفل يتعصب كده، فاحنا ناخد من دي ماده للانبساط والضحك. لا، دي رساله واضحه وصلت للطفل ان هو مش محترم. ساعات كتير بيبقى الاهل عاوزين مثلا ان البنت دي او الولد ده يطلع كذا، فبنفضل من وهو صغير او وهي صغيره نغذيه طول الوقت بكلام يدعم فكره ان انت هتطلع كذا، انت الدكتوره بتاعتنا، انت المهندس بتاع العيله. ويكبر الولد ده او البنت مش قادر يفهم او يشوف نفسه بره اطار الوظيفه اللي اهله حطوها فيه من وهو صغير. فيجي في سن تحديد الكليه مثلا وتساله حابب تطلع ايه او حابب تدخل انهي مجال، فتلاقيه بشكل تلقائي جدا بيقول لك كذا طبعا. كذا طبعا دي وارد يكون مش رغباته او ميوله هو اطلاقا، بس هو من هو صغير ما حدش اداله فرصه يشوف نفسه بره الاطار ده. قيسوا على ده بقى كل حاجه، مش بس الاطار الوظيفي او المجال اللي انا هدرسه. ساعات كتير ممكن طفل من كتر ما بنقول له رسائل سلبيه عن نفسه وعن شخصيته ما بيقدرش يشوف نفسه بره الاطار ده. انت زنان، انت زنان، انت زنان، انت عنيد، فيطلع مش قادر يشوف نفسه غير انه زنان ومقرف وعنيد. انت قليل الادب وما تربتش، انت فلان وفلانه عيال خالتك برقبتك، فيطلع فعلا مش قادر يشوف نفسه احسن من الناس دي، ومقارنته بيهم بتبقى حاجه كده عامله له هس طول الوقت، ويا ريتها بترسى على مقارنته بالناس اللي كان بيتقارن بيها. هو بيبقى عنده مشكله كبيره في مقارنته مع كل الناس بعد كده، شايف نفسه اقل منهم ومحتاج ان هو يتشقلب علشان ينجح في المقارنه دي. ساعات كتير واحنا كبار بنعدي في علاقات بتاثر على صورتنا الذاتيه دي بشكل سلبي او شكل ايجابي، والاسوأ طبعا اللي بيأثر بشكل سلبي، اللي بيوصل لي كذب عن نفسي وبصدقه. فممكن جدا ادخل علاقه ولان العلاقه مش سويه بسبب اني انا والطرف الثاني او حد مننا مش سوي، فبيوصل طرف من الاطراف للتاني رسائل سلبيه عن نفسه بهدف انه يسيطر عليه من خلال العلاقه دي. طول العمر بتاع البني ادم بيعدي في حاجات ويقابل ناس بيأثروا على تكوين صورته الذاتيه، صورته عن نفسه. قد ايه الصوره دي صح وقد ايه غلط، قد ايه دقيقه وقد ايه بعيده تماما عن ذاته الحقيقيه، ده سؤال محتاجين جدا اجابته. ساعات كتير الواحد ممكن يحس انه ما خلاص اديني واصل لمرحله ما دلوقتي ودخلت مجال معين وشغال فيه وعلاقاتي اهي عماله علاقه بتفشل وبدخل اعوضها في علاقه تاني والدنيا ماشيه، هتقرفنا ليه؟ هو الحقيقه ان القرف فعلا اللي احنا بنعمله في بعض وفي نفسنا طول ما احنا بنتعامل في حياتنا بناء على صوره احنا واخدينها عن نفسنا مش حقيقيه، فبندخل علاقات وبنختار اختيارات مش مناسبه لذاتنا الحقيقيه، مش مناسبه لينا، يعني مناسبه للصوره اللي احنا مصدقينها عن نفسنا. الموضوع شبه تشخيص غلط لعلاج مرض. فأنا حسيت بوجع معين فقررت إن العرض اللي باين ده هو اللي محتاج مني إن آخد علاج معين، فروحت أنا اشتريت علاج وباخده، مع إن العرض ده
وراه مرض كبير كان محتاج مني ان انا اروح لحد متخصص ويتشخص صح فيديني علاج صح. الموضوع شبه كده جدا، اني طول الوقت بتعامل بناء على تزييف انا صدقته عن نفسي، فبختار اختيارات بناء على ده. قرار ارتباط، قرار سفر، قرار مجال هشتغل فيه، اختيارات لاشخاص في علاقات معينه، كل دي حاجات بختارها بناء على صوره غلط انا اصلا فاهمها عن نفسي. فتخيل واحد عارف نفسه غلط، فاي حاجه بتتبني على المعرفه الغلط دي غالبا بتكون مش مناسبه ليا، واقعد انا بقى اواجه النتائج وانا مش فاهم برضو المشكله فين، فاقعد اضبش واخبط. فاحنا محتاجين كده نهدى شويه ونوقف ونسال نفسنا السؤال ده: قد ايه من الحاجات اللي انا عارفها عن نفسي حقيقي؟ قد ايه منها دقيق؟ قد ايه وصلني من خلال معرفتي بناس امنا ساعدوني فعلا اكتشف نفسي واعرف نفسي بشكل حقيقي؟ وقد ايه معرفتي بنفسي ناتجه عن مرور ناس غير امنا في حياتي خلوني اصدق كذب عن نفسي، خلوني اخد فكره مزيفه عني. هنا هنوضح مع بعض ايه الموضوعين اللي احنا اتكلمنا فيهم قبل كده ومحتاجين نقتبس منهم نقط معينه. اول حاجه الموضوع رقم 2 اللي كان عنوانه بدايه النضج اتساع. قلنا فيه كلمه صغيره كده ان من ضمن الحاجات اللي انا محتاج فكري يتسع ناحيتها هي صورتي عن نفسي، اني اقبل ان انا اشوف نفسي بشكل مختلف. فدي اول حاجه محتاجين نستحضرها كده، لاني وارد يكون صدمه كبيره بالنسبه لي اني اكتشف ان انا ما كنتش الحاجه اللي انا فاكرها بقالي سنين. يا نهار اسود، بقى انا ما طلعتش بحب الطب والمجال الطبي، مع اني من وانا صغير انا اللقب بتاعي في العيله الدكتور فلان. وده كده لو كانوا بيلقبوني بالدكتور فلان. ساعات كتير الالقاب بتبقى حاجات يعني اعوذ بالله، فساعات كتير ببقى محتاج مجهود خرافي عشان اصدق ان انا مش الفاشل اللي اتقال لي يا فاشل في كل مرحله في حياتي. بيبقى محتاج مجهود خرافي، محتاج اتساع في ان انا اقبل فكره ان اشوف نفسي في صوره مختلفه عن اللي انا مصدقها، واتخطى الفزع من فكره ان انا ضيعت سنين في اتجاه معين وبمعرفه معينه بنفسي ما طلعتش دقيقه. خلاص سيبنا من الفزع ده وخلونا ناخد خطوات تقربنا اكتر من الحاجه الانسب لينا. تاني موضوع محتاجين نستحضره من الحاجات اللي اتكلمنا فيها قبل كده، موضوع رقم 6 الله وتفاصيل حياتي. ليه محتاجين نستحضر ده؟ لان دي عمليه دقيقه جدا. فكره ان انا اعيد استكشاف نفسي عمليه حساسه جدا، ووارد جدا فيها اني اخدع نفسي. وارد ان وانا بستكشف انا ايه اللي غلط ومزيف في صورتي عن نفسي اوصل لنفسي مسجات غلط، او اروح اسال ناس يكملوا عليا بكذب تاني اصدقه، فساعتها اكون يعني جيت اكحلها عمتها. فاللي هنستفاده من الموضوع رقم 6 ان الله ليه علاقه مباشره جدا بعمليه اعاده استكشاف نفسي دي، لازم يكون معايا فيها. علاقتي بيه جزء اساسي مش ممكن ينفصل عن عمليه اعاده استكشاف نفسي. لازم يبقى معايا، لازم اكون في قعدتي المتكرره معاه بحط دي قدامه. ساعدني لو سمحت استكشف نفسي بشكل حقيقي، ساعدني اشوف نفسي بنفس الطريقه اللي انت بتشوفني بيها. مش هلاقي افضل ولا اصدق ولا ادق من طريقه رؤيتك انت ليا. انت اللي خلقتني، انت اللي عارف كويس جدا وبدقه كل نقط القوه اللي عندي اللي محتاجه تتظبط اكتر وتتقوم، وكل نقط الضعف اللي محتاجه نشتغل عليها علشان نوصل لنسخه افضل مني. مش هلاقي افضل من طريقه نظرتك ليا علشان ابص بيها لنفسي، فاعيد استكشاف نفسي وافهم بجد انا ايه، انا مين. انا مش بالضروره اللي الناس من زمان قالوا لي عليه، انا مش بالضروره الشخص الفاشل او الشخص العبيط او الشخص اللي مفيش منه امل او الدكتور او المهندس فلان. انا مش بالضروره خالص اكون الحاجات اللي الناس قالوها لي عن نفسي. فانا محتاج استكشف نفسي تاني، بس في ارشادك انت تكون معايا فتحفظني من الانحراف اقصى اليمين او اقصى الشمال. انا عن نفسي بشوف ان بدايه الرحله دي، رحله اعاده استكشاف نفسي، بتبدا من هنا، بتبدا من قعدتي في الصلاه قدام الله واقول له كده بوضوح انا ما اعرفش انا همشي السكه دي ازاي، ما اعرفش الخطوات منظرها عامل ازاي. انت تحط قدامي الماتيريال المناسبه انها تعرفني حاجات عن نفسي. في جزء من الماتيريال ده هيكون كتب لناس موثوقه ممكن تساعدني وتلفت نظري لحاجات محتاجه تتغير في نظرتي عن نفسي، تساعدني على اكتشاف نفسي. وارد تكون غير الكتب كمان محاضرات معينه متاحه اقدر اشوفها بتركيز وتلفت نظري لحاجات برضو تساعدني. غير كمان الكتب والمحاضرات اللي ممكن اشوفها اطلب منه ان الناس اللي بيعدوا عليا في علاقاتي يساعدوني، يكونوا على قدر من الامانه انهم يساعدوني اشوف نفسي بشكل حقيقي، يكونوا بيساعدوني وهم بيفكروا معايا اكتشف انا عاوز ايه بجد وايه اللي يناسبني. مش بيضغطوني بس بان ده الطبيعي، يعني يجي لي مثلا قرار سفر فيبقى كل اللي حواليا بيكلموني في اتجاه انه انت عبيط لو ما قبلتش
الفرصة دي حط حواليا ناس لو سمحت يساعدوني افكر ده مناسب ليا ولا لا، انا محتاج ده ولا لا. مش انت عبيط لو ما قبلتش كذا، انت ما تبقاش ذكي لو ما قبلتش فرصة الشغل دي بالمرتب ده. ايوه تفاصيلها تناسبني انا كشخص ولا لا، هتبقى بتبنيني ولا بتبوظ حاجات معينة في شخصيتي وفي حياتي. خلينا نرتب افكارنا عشان الكلام ما يبقاش متلخبط ورا بعضه. اول حاجة قلناها انا صورتي الذاتية دي اتكونت ازاي اصلا، قد ايه دقيقة او صح وقد ايه غلط. رقم 2 قلنا ان احنا محتاجين جدا في الرحلة دي تحديدا نقتبس جزئيتين اتكلمنا فيهم قبل كده. فكرة ان بداية النضج اتساع، انا محتاج ابص لنفسي باتساع بدون ما افزع من فكرة ان انا كنت طول السنين دي مصدق حاجة غلط عن نفسي. والعنوان التاني اللي محتاجين نقتبس منه الله وتفاصيل حياتي. انا محتاج جدا ان بداية رحلتي دي تبقى من عنده ومن قعدتي قدامه، ومش بس بداية الرحلة، انا هحتاجه في كل تفاصيل الرحلة علشان هيكون هو الميزان، هو الوحيد اللي يقدر يكون ميزان يخليني افرق بين الحاجة المزيفة اللي ممكن ابنيها بغير قصد وبين الحاجة الحقيقية اللي هكتشفها عن نفسي فهصدقها وهكمل بناء عليها. كمثال بسيط للنقطة بتاعت التزييف اللي ممكن يتبني في النص ده، انا ممكن اكون شخص غضوب جدا واكتشف مع الوقت ان انا مش غضوب كده، انا كنت مصدق بس من وانا صغير، والكبار كانوا بيتعاملوا معايا بطريقه دايما بتصدر الجزء الغاضب مني، وكانوا بيتلذذوا بان هم يعصبوني ويتريقوا على الطفل اللي بيعبر عن غضبه بطريقه كده فكاهيه. فكبرت وابتدوا يعلقوا بشكل ما شجعني اني استمر في الطريقه دي من التعبير عن غضبي، وبقيت انا الشخص العصبي اللي كل الناس عارفين انه عصبي. تخيلوا اني جيت في وقت كده واكتشفت بمساعدة ربنا ليا وبمساعدة كل الأدوات اللي حطها قدامي والناس الأمنة اللي بيساعدوني، اكتشفت إن ده مش أنا، دي صورة كده أنا صدقتها عن نفسي ومشيت بناء عليها. تخيلوا إني في المرحلة دي جيت أصلح ده بإني أحاول أبدو شخص هادي، ألبس ماسك هدوء وأبقى بحاول كده من بره أبان رزين وكيوت وأنا من جوه بغلي طول الوقت، بس بحاول من بره ألجم الشكل الخارجي ومش عارف أتعامل مع مشاعري اللي جوه. فهنا ايه لازمة اللي انا بعمله ده؟ فانا محتاج لدور الله اللي هيشتغل جوايا فيعمل شفاء واصلاح للاجزاء اللي محتاجة شفاء، ويبقى تغيير سلوكي الخارجي نتيجة لان في حاجة جوه بتتعالج بجد، ومش انا اللي هعرف اعالج اللي جوه، مش انا اللي هعرف ادرك اصلا ابعاد المشكلة جوايا عشان اعالجها، هو لازم يبقى معايا، وهو هيدي نعمة بوجود ناس معينة أمنة حواليا، سواء متخصصين في بعض الأوقات أو ناس على علاقة شخصية بيا سابقني في الوعي والنضج ويقدروا ياخدوني لقدام خطوة. فهيبقى هو كأنه المهندس اللي بيدير العملية بتاعت تغيير نظرتي لنفسي، بيستخدم ساعات وجود ناس معينة حواليا، يستخدم ساعات ماتيريال علمية متاحة ان انا اشوفها واستفاد منها، يستخدم قعدتي معاه ويديني افكار ويديني ارتياح معين لفكرة مختلفة عن اللي انا كنت عارفها قبل كده. وهنا في نقطتين مهمين جدا قبل ما نقفل الفيديو ده. النقطة الأولى بأكد على انه الهدف مش ان انا اغير صورتي عن نفسي وخلاص، الهدف ان انا اوصل للصح للحقيقي. ساعات كتير صورتي الذاتية اللي الناس قالوا لي عليها وصدقتها بتكون وحشة جدا ومش حقيقية، فهنا انا بكون محتاج اتنظف من الفكرة الغلط اللي واخدها عن نفسي دي وابص لنفسي بشكل مختلف متزن، الله يكون بيقودني في الوصول للشكل ده. وارد يكون الصورة الذاتية اللي انا واخدها عن نفسي صورة ايجابية جدا، بس هي مش بتاعتي برضو، مش انا. يعني لما اهلي قالوا لي انت الدكتور فلان او الباشمهندس فلان، وكبرت مصدق ان انا مش هينفع اكون اي حاجه غير كده بغض النظر عن ميولي وانا شاطر في ايه. هل هم كده قالوا لي فكره سلبيه عن نفسي؟ خالص، فكره جميله بس مش بتاعتي، مش انا. هنا في الحاله دي ببقى محتاج اعاده استكشاف نفسي، انا فعلا حابب اكون ايه؟ انا فعلا ميولي 1 2 3، حاسس اني شاطر في 1 2 3. تاني نقطه مهمه جدا قبل ما نقفل، ضروري جدا جدا اكون ابتديت في رحله استكشافي لنفسي قبل الارتباط، لاني لما باجي اختار شخص تاني يكون شريك ليا في كل تفاصيل حياتي وانا مش عارف فعلا انا حقيقتي ايه وحقيقه احتياجاتي ايه، وان في احتياجات معينه ما ينفعش ادخل بيها في علاقه واحمل طرف تاني مسؤوليه اشباع الاحتياجات دي، وان في مشاكل معينه فيا مش هينفع احمل بيها على طرف تاني. لما بدخل علاقه زي دي وانا لسه مش فاهم نفسي، مش فاهم ايه المناسب ليا، ومش فاهم نقط الضعف اللي عندي ومحتاج اتعامل معاها ازاي، انا بدخل في علاقات بتكون كلها مستنزفه، بتكون علاقات مش سويه، واحنا الاتنين بما اننا مش اسوياء فبنحمل بعض طول الوقت مسؤوليه الفشل، ونخرج من العلاقه دي ندور في علاقه تانية والنتائج متشابهه جدا. اساس المشكله في اني بدخل علاقات
وانا مش عارف نفسي فبختار اختيارات غلط ما تناسبنيش، ولما تفاصيل العلاقه دي بتخليني احتك بضعفات معينه عندي واجزاء لسه مش سويه، بتعامل غلط لاني مش عارف التشخيص الصح للمشكله. الخطوه اللي اتكلمنا فيها اساسيه جدا ومهمه جدا في مسيره النضج. لو عندك او عندك سؤال معين او تعليق على حاجه تخص الموضوع ده نقدر نكتبها في تعليق، ووارد جدا لو حد فيكم شاور على نقطه معينه ما كانتش واضحه في الكلام ممكن جدا في مره تاني نركز على النقط اللي انتوا هتشاوروا عليها. شكرا جدا على وقتكم، اشوفكم المره الجايه.